السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل لعبة XO باستخدام HTML و CSS و JavaScript. اول حاجة عندنا في اللعبة 2 input، واحد لاسم player 1 وواحد لاسم player 2. لازم الاسمين يكونوا مختلفين، لو دخلنا نفس الاسم في الاتنين اللعبة هتقولنا لأ، لازم نغير الاسم عشان كل لاعب يبقى واضح مين هو. كده بنختار العلامة X ولا O. player 1 هيلعب ب X ولا ب O، ولو سيبنا الاختيار زي ما هو هيبقى تلقائي الإكس لبلاير 1. بعد ما بنكتب الأسماء ونختار الرمز نضغط بقى على ستارت الجيم. هنا بقى بتفتح معانا البورد بتاعة اللعبة، واللعبة متقسمة على 3 جولات. اللاعب اللي بيكسب الجولة بتتحسب له نقطة، وهو كمان اللي بيبدأ الجولة اللي بعدها. وفي الآخر بعد ما ال3 جولات يخلصوا اللعبة بتقولنا مين اللي كسب، أو لو مفيش حد كسب بتقولنا اتس أدراو. وكمان في الفيديو ده هنهتم ان اللعبة تكون ريسبونسيف، يعني تظبط معانا على الموبايل والشاشات الصغيرة من غير ما الشكل يبوظ. يلا بقى نبدأ نكتب الكود خطوة بخطوة. اول حاجة بقى هنعملها اننا نفتح الفي اس كود. هنختار open folder. انا عاملة فولدر على ديسكتوب اسمه game xo responsive، بختاره وبعدين هضغط على select folder. كده الفولدر بقى مفتوح معانا جوه الفي اس كود. دلوقتي بقى هنبدأ ننشأ الملفات بتاعتنا من ايقونة النيو فايل اللي هي علامة الملف دي. اول ملف هنسميه index.html، ده هيبقى ملف ال HTML، يعني هيبقى فيه شكل الصفحة. بعد كده هنعمل ملف جديد ونسميه style.css، ده هيبقى مسؤول عن التنسيق والالوان والشكل. وبعد كده هنعمل ملف جديد كمان ونسميه main.js، وده بقى هيبقى فيه كود الجافا سكريبت، يعني المنطق كله بتاع اللعبة. وكده بقى احنا جهزنا المشروع بتاعنا 3 ملفات، وهنبدأ بعد كده نربط الملفات دي ببعض ونكتب الكود خطوة بخطوة. هنضغط بقى على ملف index.html. اول حاجة هنكتب doc ونضغط انتر. ال VS كود هيعمل لنا الهيكل الاساسي للصفحة تلقائي. بعد كده فوق خالص هنزود doc type HTML، وده معناه ان الصفحة دي HTML5 علشان المتصفح يفهم احنا شغالين باصدار حديث. بعد كده التايتل هنغيره، هنكتب جيم XO responsive، وده الاسم اللي هيظهر في التاب فوق في المتصفح. دلوقتي بقى هنربط ملف CSS بتاعنا جوه الهيد. هنكتب لينك، وده بنستخدمه عشان نربط ملف خارجي. href ده بنحدد فيه اسم ملف CSS اللي هيشتغل على الصفحة. كده اي تنسيق هنكتبه في الستايل.css هيظهر على الصفحة كلها. هنروح بقى على اخر البادي ونربط ملف جافا سكريبت بالسكريبت. src معناها source، يعني الملف اللي فيه كود الجافا سكريبت. بنحطه في اخر البادي عشان الصفحة تبقى اتحملت الاول، وبعدها الجافا سكريبت يشتغل من غير مشاكل. كده احنا ربطنا الملفات كلها ببعض HTML و CSS والجافا سكريبت، وجاهزين بقى نبدأ نكتب محتوى الصفحة. دلوقتي بقى علشان نشوف الصفحة شغالة قدامنا هنضغط على جو لايف، وده من اضافة اسمها لايف سيرفر، بتخلينا نفتح الصفحة على المتصفح واي تعديل نعمله هيتحدث تلقائي من غير ما نعمل ريفرش. اول ما اضغط على جو لايف الصفحه تفتح معانا في المتصفح ونقدر نشوف الكود بيشتغل ونجرب اللعبه خطوه بخطوه. اول حاجه بقى هبدا اكتب كود شاشه البدايه اللي هي الشاشه اللي بتظهر قبل ما اللعبه تبدا. هنا انا عامله الديف واديته ID اسمه ستارت سكرين عشان اعرف اتحكم فيه بعد كده سواء في CSS او في جافا سكريبت. بعد كده عملت H2، ده عنوان بسيط بيوضح للمستخدم انه يدخل بيانات اللاعبين. وبعد كده عملت اول input، ده خاص باسم البلاير 1، والتايب تكست يعني هكتب نص، واي دي بلاير 1 نيم ده مهم عشان اقدر اجيب القيمة دي في جافا سكريبت. بليس هولدر ده النص اللي بيظهر جوه الانبوت قبل ما المستخدم يكتب. نفس الفكرة بس ده خاص باسم بلاير 2. وكده عندنا انبوت لكل لاعب. بعد كده عندي ليبل، ده مجرد ليبل بيوضح للمستخدم انه اختار رمز بلاير 1. بعد كده كتبت كود السلكت. هنا استخدمنا السلكت عشان نخلي المستخدم يختار من اكتر من اوبشن، ادينا له ID عشان نعرف الرمز اللي اختاره في جافا سكريبت. هنا الاختيارات يا اما X يا اما O، والفاليو بقى هي اللي هيتبعت للجافا سكريبت. بعد كده عملت بادن، وده لما نضغط عليه المفروض اللعبة تبدأ. بعد شوية هنربطه بفانكشن في جافا سكريبت عشان يبدأ اللعبة فعليا. والديف الاخير ده يعني كده قفلنا شاشة البداية بالكامل. لحد هنا احنا عملنا شاشة البداية بس، لسه ما فيش لعب ولا اي حاجة. دلوقتي بقى هنعمل شاشة اللعبة نفسها، يعني الشاشة اللي بتظهر بعد ما نضغط على ستارت الجيم. هنا انا عملت ديف واديته ID اسمه جيم سكرين. بعد كده عملت عنوان H2، وده عنوان بيعرض رقم الجولة الحالية، واخد ID اسمه راوند انفو عشان اقدر اغير النص ده من الجافا سكريبت كل ما الجولة تتغير. والديف بقى اللي واخد كلاس بورد و ID بورد، دي بقى اهم حاجة في اللعبة،
الديف دي هي لوحة اللعبة نفسها. استخدمنا كلاس بورد عشان ننسقها ب CSS. اي دي بورد عشان نضيف لها المربعات من الجافا سكريبت. المربعات بتاعة الاكس والاو مش مكتوبة في ال HTML ديت بقى بتتعمل دايناميك من الجافا سكريبت. بعد كده عملنا باراجراف اديناله اي دي اسمه تيرن انفو. الباراجراف ده هتظهر مين دوره يلعب دلوقتي، يعني بلاير 1 ولا بلاير 2. النص ده بيتغير اثناء اللعب. وعملنا كمان باراجراف تاني اديناله اي دي سكور، ودي بقى مسؤولة عن عرض النتيجة، سكور كل لاعب بعد كل جولة. دلوقتي بقى هنعمل شاشة النهاية اللي بتظهر بعد ما ال3 جولات يخلصوا. احنا عاملين ديف واديناله اي دي اسمه اند سكرين. بعد كده H2 وده عنوان هيظهر فيه اسم اللاعب اللي كسب، واخد اي دي اسمه وينر عشان نغير النص ده من الجافا سكريبت. ممكن يكون بلاير 1 او اسم بلاير 2 او اتس ادرو. بعد كده عملنا زرار لما نضغط عليه اللعبة تبدأ من الاول، يعني تراجع كل حاجة زي ما كانت في البداية من غير ما نكتب كود زيادة. وبكده نكون خلصنا كود ال HTML بالكامل، وعملنا شاشة البداية وشاشة اللعب وشاشة النهاية. وهنبدأ بقى ننسق الهيكل اللي احنا عملناه بال HTML باستخدام CSS. يعني هنظبط الشكل والألوان ونخلي اللعبة شكلها حلو. يلا بينا نبدأ على طول. دلوقتي بقى هنفتح ملف الاندكس وملف الستايل قدامنا. دلوقتي بقى هنشغل الصفحة في المتصفح عشان نشوف اي تنسيق بنعمله بيأثر ازاي مباشرة. اول حاجة هنبدأ ننسق صفحة اللعبة من البادي، لان اي حاجة بنحطها هنا بتأثر على الصفحة كلها. اول حاجة الفونت فاميلي كون اريال. السطر ده بيحدد نوع الخط المستخدم في الصفحة كلها. خلينا خط بسيط وواضح عشان يكون مريح للعين. بعد كده تكست الاين سنتر، ده بيخلي النصوص اللي جوه الصفحة كلها في المنتصف افقيا. بعد كده كتبنا باك جراوند لينير جريدينت. هنا عاملين خلفية متدرجة ب3 ألوان و135 ديجري، معناها اتجاه التدرج. ده بيدي شكل أحلى من لون واحد. بعد كده من هايت 100 DVH. السطر ده مهم جدا، بيخلي ارتفاع الصفحة على الأقل قد طول الشاشة حتى لو المحتوى ده قليل. DVH دي بقى مناسبة أكتر للموبايل. نقول سريعا هو ايه بقى DVH؟ اختصارها هو Dynamic Viewport Height، يعني الارتفاع الحقيقي للشاشة في اللحظة دي. وال VH بيحسب ارتفاع الشاشة مرة واحدة، أما ال DVH ذكي أكتر، كل ما مساحة الشاشة تتغير هو بيحسب الارتفاع ده من جديد. بعد كده الكالر وايت، ده لون الكلام اللي جوه الصفحة. اخترنا أبيض عشان يبان بوضوح على الخلفية. مارجن زيرو، ده بيشيل المسافات الافتراضية اللي المتصفح بيحطها حوالين الصفحة. ديسبلاي فلاكس، هنا بدأنا نستخدم الفلاكس بوكس، وده بيساعدنا نتحكم في توزيع العناصر بسهولة. بعد كده Justify Content Center، ده بيخلي المحتوى في نص الصفحة أفقيا. Align Items Center، وده بيخلي المحتوى في نص الصفحة رأسيا. Baden 15 بيكسل صفر، هنا سيبنا مسافة من فوق ومن تحت علشان المحتوى ما يلزقش في أطراف الشاشة. Overflow Hidden، السطر ده بيمنع أي سكرول أو حاجة تطلع برا حدود الشاشة. وبكده خلينا الصفحة كلها متوسطة في النص بخلفية حلوة وخط واضح، وده الأساس اللي احنا هنكمل عليه باقي التنسيقات. دلوقتي بقى هنروح لملف ال HTML، ندي للديف اللي واخد ID end screen ستايل كده display none عشان بس نخليه مستخبي مؤقتا واحنا بننسق الجزء ده. كمان هندي للي واخد ID game screen. الديسبلاي نان ده بتخلي العنصر يختفي خالص وما ياخدش اي مساحة في الصفحة. احنا بقى نخبي الشاشات التانية دي دلوقتي لحد ما نخلص تنسيق كل جزء كده لوحده. هنكتب بقى الكود دلوقتي عشان ندي نفس التنسيق لكل الشاشات اللي عندنا، اللي هي ستارت سكرين وجيم سكرين واند سكرين. وبدل ما نكتب الكود ده 3 مرات لكل واحدة، جمعناهم في سطر واحد بالفاصلة. يعني هنا احنا عملنا علامة الهاش عشان نختار العناصر اللي واخدة الاي دي. لما نحط اكتر من اي دي ونفصل بينهم بفاصلة كده بنقول ال CSS ايه، طبق نفس التنسيق ده على كل العناصر دي مع بعض. اول حاجة هنديلهم باك جراوند، ده لون الخلفية بس مش ابيض كامل، ده ابيض شفاف شوية عشان الخلفية اللي وراها تفضل باينة. والرقم الاخير ده هو الشفافية. بعد كده البادن 16 بكسل، ده بيدي مسافة من جوه علشان المحتوى ما يكونش لازق في حدود الديف. وبوردر راديوس 15 بكسل، ده بيخلي الزوايا مدورة، وده بيدي شكل انعم واحلى. بعد كده هديلهم كلهم بوكس شادو، وده ظل للبوكس بيخليه باين كأنه طالع لفوق شوية. اول رقم ده افقي، والتاني رأسي، والتالت درجة الانتشار.
والويدث بقى 92%. ده بيخلي العرض نسبي من حجم الشاشة عشان يفضل مرن على الشاشات المختلفة. والماكس ويدث 320 بكسل، ده حد أقصى للعرض، حتى لو الشاشة دي كبيرة التصميم يفضل ثابت ومش يتمدد زيادة. يعني بالشكل ده خلينا كل الشاشات شكلها واحد، مرتبة، وكمان ريسبونسيف، وكمان مناسبة للموبايل. لو حذفنا بس كده مؤقتا الديسبلاي نون، هنلاقي ان كل الشاشات ظهرت واخدة نفس التنسيق لاننا مدينهم نفس CSS. هنراجع بس الديسبلاي نون ده للاند سكرين، ونسيب بس الجيم سكرين كده صغير عشان نبدأ ننسقه الاول واحدة واحدة. دلوقتي بقى هنستدعي الجيم سكرين لوحده عشان نديله تنسيق مختلف عن باقي الشاشات. اول حاجة كتبنا ديسبلاي فليكس عشان نستخدم الفليكس بوكس في ترتيب المحتوى. الفليكس دايركشن كولم ده بتخلي العناصر تيجي تحت بعض بطول مش جنب بعض. justify content space between دي بتوزع العناصر من اول الشاشة لاخرها وتسيب مسافات كده متساوية بينهم. الماكس هايت 100 DPH ده بيخلي اقصى ارتفاع للشاشة قد طول شاشة الموبايل من غير ما المحتوى ده يطلع بره. وبالشكل ده جيم سكرين بقى متقسم وكمان مترتب. هنكتب بقى H2 margin bottom 15 بكسل. السطر ده بيحدد المسافة تحت العنوان، يعني بين العنوان وباقي العناصر اللي تحته هيكون في فراغ 15 بكسل عشان التصميم يبقى منظم. دلوقتي بقى هنرجع ديسبلاي نون تاني عشان نسيب بس الستارت سكرين ظاهر عشان نبدأ ننسقه الأول كده واحدة واحدة. دلوقتي بقى هنستدعي الانبوت والسلكت مع بعض عشان هنظبط شكل الحقول اللي اللاعبين هيكتبوا اسمهم ويختاروا الرمز بتاعهم. اما احنا بنستدعيهم مع بعض بالفاصلة كده بنديهم نفس التنسيقات مرة واحدة. أول حاجة الويدث 90%. العرض هنا نسبي من الشاشة أو الضيف اللي جواه عشان الحقول ما تبقاش صغيرة قوي أو كبيرة قوي. الباتن 10 بكسل المسافة من جوه الحقل، يعني عشان النص ما يلزقش في الحافة ويبقى شكله أحلى. المارجن بقى المسافة فوق وتحت كل حقل 8 بكسل عشان يكون في فراغ بين الحقول. البوردر نون احنا شلنا الخطوط الخارجية الافتراضية عشان نقدر نسيطر على شكلها. البوردر راديوس 8 بكسل الزوايا مدورة وده بيخلي التصميم ناعم اكتر. الاوتلاين نان لما نضغط على الحقل مش يظهر الاطار الازرق الافتراضي للمتصفح عشان نقدر نصمم التصميم بتاعنا. والفونت سايز 1 EM السطر ده بيحدد حجم الخط داخل الانبوت والسلكت. و1 EM يعني الحجم الأساسي للخط في الصفحة، يعني مش كبرناه ولا صغرناه، واخد نفس حجم الخط العادي. ال EM ده وحدة قياس نسبية لحجم الخط، يعني مش رقم ثابت زي البكسل. ده بيعتمد على حجم الخط الأساسي للعنصر الأب، يعني ال EM ده بيتغير مع حجم الخط اللي فوقه، وده بيساعدنا نخلي التصميم ريسبونسيف وكمان متناسق. يعني 16 بكسل بيساوي 1 EM. وبالشكل ده الحقول كلها متساوية مرتبة وسهلة للكتابة فيها، وكمان العنوان واضح وكمان سايب فراغ من تحت. دلوقتي بقى هننسق الزرار اللي بيبدأ اللعبة أو أي زرار عندنا. هنستدعي الباتن ونديله الباك جراوند، ده لون الخلفية الأساسي للزرار. هنا اخترنا برتقالي لأنه لون واضح، الكلر بتاعه وايت، ده لون النص داخل الزرار أبيض عشان يبان كويس على الخلفية البرتقالي. والباتن 10 بكسل 15 بكسل المسافة جوه الزرار من فوق وتحت 10 بكسل ومن الجانبين 15 بكسل علشان الزرار شكله مش يبقى ضيق وكمان النص مش يلزق في الحواف. بوردر نون شلنا اي حدود افتراضية للزرار عشان نقدر نسيطر على شكله بالكامل. فونت سايز 1 EM حجم الخط هنا متناسب مع حجم الخط الأساسي في الصفحة، يعني مش كبير ولا صغير، واخد نفس حجم النص العادي. والبوردر راديوس 8 بكسل الزوايا هنا مدورة شوية وده بيخلي التصميم أنعم. الكارسر بينطر لما نحرك الماوس على الزرار المؤشر بيتغير لشكل الإيد وده علامة إنه قابل للضغط. والترانزيشن 3/10 ثانية. الانتقال هنا بيسمح لأي تغير يحصل تدريجيا خلال 3/10 ثانية، زي لما نعمل كده هافر على الزرار. نعمل بقى هافر هنكتب بادن هافر ونكتب باك جراوند اللون ده، وده لما نمرر الماوس على الزرار الخلفية تتغير للون أغمق شوية وده بيعمل تأثير لطيف كده للمستخدم، وكمان لما نضغط عليه يبقى سلس كده وده بسبب الترانزيشن اللي احنا كتبناه. وبالشكل ده الزرار شكله بقى كويس، حجمه مناسب وزوايا مدورة، وكمان في تأثير لما نضغط على الماوس وده بيحسس المستخدم انه تفاعلي. دلوقتي بقى هنخفي الستارت سكرين باستخدام الديسبلاي نون ونشيل الديسبلاي نون عن الجيم سكرين عشان نركز على تنسيق لوحة اللعب البورد الأول.
ودلوقتي بقى هننسق لوحة اللعبة نفسها، يعني الشبكة اللي هيتلعب فيها الإكس والأو، وده الكود بقى الخاص بالبورد. أول حاجة الديسبلاي جريد، احنا بنستخدم الجريد لاي اوت عشان نقدر نرتب المربعات في صفوف وأعمدة بسهولة. بعد كده الجريد تمبلت كولمز ريبيت 3 1 فراكشن، السطر ده بيقسم الشبكة ل3 أعمدة متساوية، والوان فراكشن يعني كل عمود ياخد جزء متساوي من المساحة. والجريد جاب 8 بكسل، ده المسافة بين كل مربع والتاني، يعني كل مربع مش هيكون ملاصق للتاني، في فراغ كده 8 بكسل بينهم. والجاستيفاي كونتنت سنتر ده بيخلي الشبكة كلها في نص الصفحة أفقيا. المارجن 12 بكسل اوتو، المارجن ده بيدي مسافة فوق وتحت 12 بكسل، والاوتو بيخليها متساوية على الشاشة. والويدث 100%، عرض الشبكة بياخد كل المساحة المتاحة جوه الديفل اب. والماكس ويدث 260 بكسل، وده الحد الأقصى للعرض. حتى لو الشاشة كبيرة الشبكة مش هتتمدد أكتر من 260 بكسل. دلوقتي بقى هنركز على السيل، يعني كل مربع في شبكة اللعبة. المربعات دي هنعملها دايناميك بعد كده باستخدام الجافا سكريبت. أول حاجة الويدث والهايت 90 بكسل، يعني حجم كل مربع ثابت 90 بكسل طول وعرض عشان يبقى مربع متساوي. والباك جراوند لون الخلفية أبيض شفاف شوية عشان الخلفية اللي ورا تفضل باينة. كمان هنديلهم display flags و align items center و justify content center عشان اي اكس و او يتحط في النص المربع بالظبط. والفونت سايز 2.2 والفونت ويت بولد، وكده يكون حجم الخط كبير وواضح والرموز تكون واضحة. والكارسر بينتر لما نحرك الماوس على المربع المؤشر يتحول لإشارة الإيد، ده بيعني انك تقدر تضغط عليه. وبوردر راديوس 8 بكسل، كده زوايا مدورة شوية عشان المربع يبقى شكله أنعم. والترانزيشن أي تأثير هيحصل على المربع زي تكبيره أو تغيير لونه هيبقى سلس خلال 2/10 ثانية. بعد كده عندنا كود اسمه اسبكت ريشيو، السطر ده بيخلي المربع يفضل مربع دايما مهما كبرت الشاشة او صغرت. دلوقتي بقى هنركز على التأثيرات اللي بتحصل على المربعات دي لما نتحرك بالماوس او لما نختار الاكس او الاو. السيل الهوفر بتاعها بقى هنعمل ترانسفورم، وده معناه لما نحرك الماوس على المربع هو يكبر شوية بنسبة 5%، وده بيخلي التأثير تفاعلي ويشد انتباه المستخدم. والباك جراوند كمان الخلفية تبقى أغمق شوية عن اللون الأصلي، وده مع التكبير بيعمل تأثير كده لطيف لما نمر على المربع. عاوزين بقى نظبط ألوان الإكس والأو، هنعمل سيل دوت الإكس. لو اللاعب ده اختار الإكس المربع هياخد اللون الأحمر، وكمان بنضيف ظل صغير كده للنص عشان يظهر بشكل واضح. وسيل دوت او لو اللاعب اختار الاو المربع ياخد اللون الاخضر، ونفس الشيء في ظل برضو للنص عشان يبان واضح. طب ايه معنى بقى سيل دوت الكلاس اكس وسيل دوت الكلاس او؟ لما نكتب كده في سي اس اس معناه طبق التنسيقات دي على اي عنصر عنده الكلاس سيل، كمان الكلاس اكس اللي هو معاه دوت اكس. نفس الكلام لسيل دوت او بس للعنصر اللي الكلاسات بتاعته سيل و O. يعني لو عندنا في ال HTML كود زي ده، السطر الأول هياخد تنسيقات الدوت سيل وكمان تنسيقات السيل دوت اكس، والسطر التاني هياخد تنسيقات السيل وتنسيقات السيل دوت O. يعني كل مربع هيكون مرن ويقدر ياخد تأثيره ولونه حسب رمز اللاعب اللي فيه. دلوقتي بقى هننسق جزئين مهمين في اللعبة، اللي هي ترن انفو اللي بيقول دور مين دلوقتي، والسكور اللي بيعرض نقاط كل لاعب. هينديلهم فونت سايز 9/10 EM. حجم الخط هنا أصغر شوية من النص العادي علشان المعلومات دي واضحة لكن مش كبيرة جدا. والمارجن 6 بكسل وصفر، المسافة فوق وتحت كل عنصر 6 بكسل، وعشان يبقى فيه فراغ بين النصوص والعناصر التانية. وبكده نكون خلصنا تنسيق كل عناصر اللعبة باستخدام CSS. دلوقتي بقى هنكمل أهم جزء وهو الجافا سكريبت اللي هو بالفعل هيشغل لعبة اكس او. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنعملها هنفتح ملف الجافا سكريبت. لازم الأول نجهز شوية متغيرات. المتغيرات دي هنخزن فيها بيانات اللعبة نفسها، يعني مين اللاعب بيلعب بإيه والنتيجة كام والدور على مين دلوقتي. هنا بقى أنا هعمل متغير اسمه player1، والمتغير ده عبارة عن object يعني حاوية فيها أكتر من قيمة. جوه البلاير 1 خزنت 3 حاجات، الاسم نيم والرمز سيمبل يعني اكس او او، والسكور يعني عدد المرات اللي كسب فيها. طبعا الاسم والرمز فاضيين دلوقتي ان اللاعب لسه ما دخلش بياناته،
والسكور بدأناه بصفر. نفس الكلام بالظبط، بس ده خاص باللعب التاني. كل لاعب ليه اسم والرمز بيلعب بيه وعدد المرات اللي كسب فيها. بعد كده عملت متغير اسمه current player. المتغير ده هيعرفني الدور دلوقتي على مين، يعني دلوقتي بلاير 1 يلعب ولا بلاير 2. الكود هو اللي هيحدد ده. سيبناه فاضي دلوقتي وهنملاه بعد شوية لما اللعبة تبدأ. عملت كمان متغير اسمه board، ده هيعبر عن أرضية اللعبة نفسها، يعني الخانات بتاعة الإكس والأو. وهنا بقى هنستخدمه عشان نعرف كل خانة فيها ايه. عملت ليت راوند بتساوي 1. هنا أنا بحدد رقم الجولة الحالية، بدأنا من 1 يعني احنا في أول جولة. وعملت كمان توتال راوندز بتساوي 3، ده عدد الجولات الكلي اللي اللعبة هتلعبها. خليته كونست لأن الرقم ده ثابت، مش عايزين يتغير أثناء اللعب. يعني اللعبة هتلعب 3 جولات وبعدين نطلع النتيجة النهائية. كده احنا جهزنا الأساس بتاع اللعبة. دلوقتي بقى هنبدأ نكتب أول فانكشن في اللعبة. الفانكشن دي هي اللي بتبدأ اللعبة فعليا. أول ما المستخدم يضغط على زرار start game، الفانكشن دي هي اللي هتشتغل. هكتب فانكشن start game. أنا هنا عملت فانكشن اسمها start game، يعني مجموعة أوامر بتتنفذ لما نادي عليها، اسمها start game عشان هي مسؤولة عن بداية اللعبة. اكتب بقى let name 1 بتساوي، السطر ده هيجيب اسم اللاعب الأول document.getElementById، يعني هاتلي عنصر من ال HTML عن طريق ال ID. player1 name ده الانبوت اللي اللاعب بيكتب فيه اسمه. value يعني خد القيمة اللي جوه الانبوت. والترم يعني شيل أي مسافات زيادة قبل أو بعد الاسم. ولو اللاعب ما دخلش اسم خالص هنحط اسم افتراضي بلاير 1. وده نفس الكلام بالظبط بس خاص باللاعب التاني اللي هو let name 2. بعد كده هعمل شرط يتأكد ان الاسمين مختلفين. to lower keys بتحول الاسم كله لحروف صغيرة، علشان لو حد كتب بسملة أول حرف كبير وبسملة بأول حرف صغير يعتبروا نفس الاسم. لو بقى الاسمين زي بعض هطلع رسالة تنبيه للمستخدم ان الاسمين دول لازم يكونوا مختلفين. بعد كده هكتب return، هنا معناها وقف الفانكشن وما تكملش باقي الكود، يعني اللعبة مش هتبدأ غير لما الأسماء تكون مختلفة. بعد ما اتأكدنا ان كل حاجة صح خزنا اسم كل لاعب جوه الاوبجكت بتاعه. والسطر ده بقى هنحدد الرمز اللي اللاعب الأول اختاره، يعني هيكون اكس ولا او. الرمز التاني بقى هيبقى تلقائي. والسطر ده اسمه ternary operator، يعني شرط مختصر. لو بلاير 1 اختار اكس يبقى بلاير 2 هيبقى او، والعكس صحيح. والسطر ده بقى بيحدد ان اول دور في اللعبة هيبقى على اللاعب الاول. والسطر ده هيخفي شاشة البداية، يعني صفحة ادخال الاسماء. والسطر ده هيظهر شاشة اللعبة نفسها اللي هي جيم سكرين. والمفروض هنا بننادي على فانكشن تانية اسمها ستارت راوند. الفانكشن دي هتبدأ الجولة الاولى من اللعب. لما نعمل الفانكشن دي هنيجي ننادي عليها هنا بعد ما اللعبة بدأت. دلوقتي بقى محتاجين نبدأ الجولة نفسها، علشان كده عملنا فانكشن اسمها start round، وهي مسؤولة عن تجهيز كل جولة من الأول. كل مرة هنبدأ جولة جديدة هننادي على الفانكشن دي. هنا بقى بنعرض للمستخدم رقم الجولة الحالية document.getElementById، يعني هاتلي عنصر من HTML عن طريق ال ID. راوند انفو ده المكان اللي هنكتب فيه معلومات الجولة. تكست كونتنت يعني غير النص اللي جوه العنصر. استخدمنا الباك تكست عشان نكتب نص وندخل جواه متغيرات. الدولار ساين وكتبنا الاقواس الكيرلي وكتبنا جواه راوند، دي قيمة الجولة الحالية. وكتبنا كمان التوتال راوندز وده عدد الجولات الكلي. وبعد كده السطر ده بيعرض نتيجة اللعب اللي هي السكور، اسم كل لاعب وجنبه عدد المرات اللي كسب فيها. واللي هو الشكل ده مجرد فاصل عشان الشكل يكون أوضح. ممكن عادي تحط نقطتين فوق بعض أو تحط شرطة، أي حاجة. وهنا بقى بنعمل مصفوفة اسمها بورد. الري 9 يعني 9 خانات، واحدة لكل مربع في لعبة اكس او. فيل يعني كل خانة فاضية في البداية. هنا بقى بمسك العنصر اللي هيظهر فيه مربعات اللعبة اللي هو بورد ديف، والسطر ده اللي هو board.dev.inner.html بتساوي الدبل كوست الفاضية دي. السطر ده بيمسح أي مربعات قديمة، مهم جدا لما نبدأ جولة جديدة عشان ما يفضلش أي أثر من الجولة اللي فاتت. عاوزين بقى ننشأ خانات. هنا عملنا لوب، اللوب ده هيشتغل 9 مرات.
مرة لكل خانة في اللعبة. عاوزين بقى ننشأ خانة جديدة، كل مرة في اللوب بننشئ عنصر div جديد. الdiv ده هيبقى مربع من مربعات اللعبة. هنا بقى بندي للdiv كلاس اسمه cell. الكلاس ده مستخدم في CSS عشان نتحكم في الشكل والحجم. هنعمل هنا بقى حدث، السطر ده بيخلي الخانة تستجيب للضغط. add event listener يعني اسمع الحدث. click يعني لما المستخدم يضغط، وهنا يعني أول ما يضغط ننادي فانكشن اسمها make move، والاي هنا هو رقم الخانة اللي اتضغط عليها. وهنا بقى بنضيف الخانة جوه البورد، يعني هتظهر للمستخدم على الشاشة. بعد ما جهزنا البورد بنحدث معلومات الدور، فهنا بنكتب update turn info، ولسه هنعمل الفانكشن دي، فبعد ما نكتبها هنيجي نستدعيها هنا. كده احنا كتبنا function start round، بس لازم نخليها تتنادى في الوقت الصح، علشان كده حطينا start round جوه start game، يعني أول ما اللعبة تبدأ الجولة تبدأ تلقائي. دلوقتي هنروح على ال HTML ونربط زرار start game بفانكشن start game، يعني أول ما أضغط على زرار الفانكشن start game دي هتشتغل. تعالوا بقى نجرب مع بعض. لو دخلت اسمين زي بعض المفروض تطلع لي رسالة اهو، قال لي ان الاسماء لازم تكون مختلفة. طيب خلينا ندخل اسمين مختلفين، كده اللعبة بدأت وشاشة الجيم ظهرت. بس خلي بالكم الاكس والاو لسه مش شغالة. ليه؟ لاننا لحد دلوقتي بس جهزنا البورد، لسه ما قلناش يحصل ايه لما اضغط على اي مربع، يعني الخانات بتظهر بس مفيش حركة. ده طبيعي جدا لاننا لسه مش كتبنا الكود اللي بيحط الاكس او الاو. دلوقتي بقى محتاجين نعرف اللاعب مين ده اللي عليه الدور، علشان كده عملنا فانكشن اسمها update turn info، وظيفتها بس تعرض الدور الحالي. كل مرة الدور هيتغير هننادي على الفانكشن دي علشان نحدث الكلام اللي ظاهر على الشاشة. كتبت document.getElementById، يعني هاتلي عنصر من ال HTML عن طريق ال ID. turn info ده المكان اللي بنعرض فيه مين عليه الدور. text content يعني غير النص اللي جوه العنصر. استخدمنا الباك تكست عشان نكتب نص ونكتب جواه متغيرات. وكتبنا current player.name ده اسم اللاعب اللي عليه الدور. كتبنا current player.symbol الرمز اللي بيلعب بيه اكس او او. الفانكشن دي بتقول لنا مين هيلعب دلوقتي وبيلعب بايه. هناخد كوبي بقى من اسم الفانكشن دي ونحطها جوه الستارت راوند. اي جولة جديدة لازم تبدأ ومكتوب من اول لاعب، يعني اول ما الجولة تبدأ لازم نعرض على الشاشة الدور على مين. لو ما ناديتش على الفانكشن دي الكلام اللي فوق مش هيظهر او هيفضل من الجولة اللي فاتت. يبقى ستارت راوند بتجهز الجولة، وابديت ترن انفو بتعرض الدور، فطبيعي جدا انهم يشتغلوا مع بعض. دلوقتي بقى وصلنا لاهم جزء في لعبة الاكس او. الفانكشن دي هي اللي بتشتغل لما اضغط على اي مربع في اللعبة، اللي هي ميك موف، يعني هي المسؤولة عن اللعب نفسه. الفانكشن دي اللي هي ميك موف بتاخد بارامتر اسمه index ده رقم الخانة اللي اتضغط عليها. هنا بقى بنشيك الاول هل الخانة دي فيها حاجة ولا لا. if board الاندكس ده لا يساوي حاجة فاضية return، لو فيها اكس او او يبقى ما نلعبش فيها تاني. return هنا معناها وقف الفانكشن وما تعملش حاجة. هنا بنسجل الحركة في المصفوفة اللي هي board، يعني نحط اكس او او في المكان الصح. هنعمل بقى متغير اسمه cell element، وquery selector all بيجيب كل الخانات اللي عندها class cell وبيطلعهم في شكل list. الاندكس ده بقى يعني هات الخانة اللي اتضغط عليها بالظبط. عاوزين بقى نعرض الرمز ده على الشاشة. في الكود ده هنا بنظهر الرمز x او o جوه الخانة. هنا بقى بنضيف كلاس باسم الاكس او الاو عشان نقدر نتحكم في اللون او الشكل من CSS. if بقى check winner، هنا بقى بنشيك هل في لاعب كسب ولا لأ. check winner function بترجع true او false. لو في بقى فايز بنزود السكور بتاعه 1 اللي هي سكور بلس بلس. لو لسه في جولات تانية بنزود رقم الجولة وبنبدأ جولة جديدة. لو خلصت كل الجولات نروح لفانكشن end game. return بقى بعد الفوز ما نكملش باقي الكود. في حالة بقى التعادل هنا بقى بنشيك هل كل الخانات اتملت، يعني مفيش مكان فاضي، كده الجولة تعادل. لو لسه في جولة بنبدأ واحدة جديدة، لو لأ بنخلص اللعبة. وده بقى شرط مختصر، لو الدور كان على بلاير 1 يبقى نخليه بلاير 2، ولو العكس بنخليه بلاير 1. وبعد كده بنعمل تحديث الدور على الشاشة بفانكشن update turn info. واخيرا بقى بنحدث الكلام اللي فوق ده عشان يبان مين عليه الدور. يبقى كده فانكشن ميك موف دي بتعمل كل حاجة، بتلعب، بتشيك فوز او تعادل، بتبدل الادوار،
وكمان بتتحكم في الجولات. دلوقتي بقى محتاجين نعرف امتى حد كسب، علشان كده عملنا فانكشن اسمها تشيك وينر، وظيفتها تراجع ترو لو في فايز او فولس لو مفيش. دي فانكشن اسمها تشيك وينر. هنا هنكتب كل شروط الفوز للعبة اكس و او. وين باترنز ده array فيها كل الطرق اللي ممكن اي لاعب يكسب بيها. 0 1 2 معناها الصف الاول كامل اكس او او، و3 4 5 الصف التاني، وهكذا. فيه الصفوف، الاعمدة، وحتى القطر. ارقام الخانات متوافقة مع المصفوفة بورد. when patterns dot sum هنا بتشيك اذا كان اي عنصر في الاري بيحقق الشرط، يعني لو اي باترن اتحقق بترجع true. و every بتشيك كل خانة في الباترن، لو كل الخانات فيها الرمز بتاع ال current player يبقى الفانكشن دي هترجع true. شفت هنا زيادة بعد ال array function، هنا في curly brackets زيادة، مفيش هنا أقواس، فهنبقى نحذفها في الآخر. دلوقتي بقى وصلنا لآخر خطوة في اللعبة لما هيخلص كل الجولات، عشان كده عملنا فانكشن اسمها end game، وهي مسؤولة عن عرض النتيجة النهائية. كل مرة نخلص كل الجولات هننادي عليها. هنا بقى بنخفي شاشة اللعبة نفسها اللي هي الجيم سكرين، يعني اللاعب مش هيقدر يضغط على أي مربع تاني. وفي السطر ده هنعرض شاشة النهاية end screen اللي فيها النتيجة من كسب أو لو في تعادل. وليت وينر تكست ده متغير هيخزن النص اللي هيتعرض، يعني من الفايز أو لو تعادل. if player 1 dot score هنا لو اللاعب الأول كسب أكتر يبقى هو الفايز، وبالتالي هنكتب اسمه مع التروفي على الشاشة. ولو اللاعب التاني كسب أكتر هيبقى هو الفايز. else بقى ولو الاتنين نفس النتيجة يبقى تعادل. أخيرا هنعرض النص ده على عنصر ال HTML اللي اسمه winner، يبقى كل الناس تشوف مين كسب أو لو في تعادل. دلوقتي بعد ما خلصنا اللعبة ممكن اللاعب يحب يلعب تاني، علشان كده في زرار بلاي جين هنخلي لما يضغط عليه الصفحة تتحدث وتبدأ اللعبة من أول وجديد. on click ده حدث معناه لما المستخدم يضغط على زرار location.reload. في أمر في جافا سكريبت بيعمل تحديث للصفحة، يعني اللعبة ترجع زي ما بدأت من الأول. يعني أي حد هيضغط على بلاي جين الصفحة هترجع من الأول واللاعبين يقدروا يلعبوا جولة جديدة بسهولة. نحذف بقى الكيرل براكتس اللي احنا قلنا عليها، وكده الكود جاهز. يلا بينا نبدأ اللعبة ونجربها مع بعض. نضغط على ستارت جيم. هنكتب دلوقتي اسم اللاعب الأول بقى بلاير 1 واللاعب التاني بقى بلاير 2. نضغط على المربعات واحدة واحدة. اكس او شغالين زي ما عملنا بالكود. الدور اتبدل واللاعب التاني لعب لأنه كسب والنتيجة ظهرت بلاير 2 كسب. لو عايزين نلعب من جديد هنضغط على بلاي جين، وكده الصفحة اتحدثت اللعبة رجعت من الأول. وكده نكون خلصنا HTML و CSS و جافا سكريبت. احنا كده خلصنا لعبة اكس او واشتغلت معانا تمام. بس بقى دلوقتي هنعمل خطوة مهمة جدا، هنخلي اللعبة دي ريسبونسيف، يعني تشتغل صح على اي شاشة موبايل او كمبيوتر، وكل ده باستخدام CSS بس. يلا بينا. هنضغط بقى في اي مكان فاضي كده ونضغط على انسبكت، وهنبدأ نسحب الشاشة لحد الاخر. شايفين الستارت سكرين مظبوط، بس لما نبدأ اللعبة ونعمل ستارت جيم هنلاحظ ان في حاجات محتاجة تتظبط اكتر. فمن هنا بقى هنبدأ شغل الريسبونسيف. نعرض بقى ملف CSS ونصغر شوية الصفحة دي ونكبر صفحة المتصفح عشان كل حاجة تبقى واضحة قدامنا. هكتب بقى ميديا من ويدث 768 بكسل. الكود اللي جوه هنا هيشتغل بس لما عرض الشاشة يبقى 768 بكسل او اكبر، يعني تابلت او كمبيوتر. هكتب بقى الماكس ويدث 380 بكسل. هنا بقول للسكرين انها ما تكبرش اكتر من كده علشان اللعبة تفضل في النص وشكلها يبقى حلو ومش مفرودة زيادة. السيل بقى فونت سايز 3 EM، ولما الشاشة تكبر هنخلي حجم الاكس والاو يكبر معاها علشان يبقى واضح. تعالوا كده نكبر المتصفح ونكبر ونصغر كده. شايفين الرقم اللي فوق ده؟ ده عرض الشاشة. اول ما الرقم ينزل تحت 768 احنا كده دخلنا في حجم موبايل او تابلت صغير، ومع التصغير اكتر لما نوصل لحوالي 650 واقل المساحة بتبقى اضيق. ساعتها بقى لو سيبنا نفس الاحجام الدنيا هتزحم شوية، علشان كده هنكتب ميديا كويري تشتغل لما عرض الشاشة يبقى صغير، يعني لما العرض يبقى 650 بكسل او اقل. دلوقتي بقى احنا دخلنا في شاشات اصغر شوية زي الموبايل، ومع تصغير الشاشة اكتر المساحة بتبقى اضيق. هكتب بقى الماكس ويدث 650 بكسل.
الكود اللي جوه هنا يشتغل لما عرض الشاشة يبقى 650 بكسل أو أقل، يعني موبايلات متوسطة وصغيرة. H2 فونت سايز، هنا بصغر حجم العنوان علشان ما ياخدش مساحة كبيرة من العرض. والسيل فونت سايز 1.8 EM، وبصغر حجم الإكس والأو شوية علشان يفضلوا واضحين بس من غير تزاحم. والبادن بقى 12 بكسل، هنا بقى قللت المسافات الداخلية علشان نستغل العرض الصغير ده بأكبر شكل ممكن. دلوقتي بقى احنا دخلنا في شاشات أصغر كمان، موبايلات أغلبها بيبقى في الرينج ده. هنا لازم نركز أكتر على المدخلات والأزرار، فهكتب الماكس ويدث 480 بكسل. الكود اللي جوه هنا هيشتغل لما عرض الشاشة يبقى 480 بكسل أو أقل، يعني موبايلات صغيرة. ال H2 فونت سايز 1.2 EM، هنا بصغر حجم العنوان شوية بس لسه مخلياه واضح ومقروء. بعد كده الانبوت والسلكت وكمان البادن، دول بقى العناصر اللي المستخدم بيتعامل معاها بإيده، فبقلل حجم الخط شوية وكمان البادن علشان ما يكبروش زيادة عن اللزوم. والسل بقى الفونت سايز بقى 2 EM، وبرضو بصغر حجم الأو والإكس علشان يفضلوا مناسبين لحجم الشاشة. لاحظوا اننا بنظبط كل عنصر على حسب اهميته، الحاجات اللي احنا بنضغط عليها بنظبطها كويس، والحاجات اللي احنا بنشوفها بنظبط حجمها. دلوقتي بقى احنا وصلنا لأصغر شاشات تقريبا، موبايلات قديمة او شاشات صغيرة جدا. هنا اي بكسل بيفرق. الماكس ويدث 360 بكسل، والماكس ويدث معناها اقصى عرض. 360 بكسل يعني لما عرض الشاشة يبقى 360 بكسل أو أقل، يعني أي موبايل صغير جدا الكود اللي جواه ده هيشتغل. البورد بقى هنديله ماكس ويدث 220 بكسل بحد أقصى للعرض، يعني اللوحة دي مش هتكبر عن 220 بكسل. الجاب 6 بكسل، المسافة بين كل خلية والتانية هتبقى 6 بكسل، أصغر شوية علشان توفر مساحة. السل بقى كل مربع في اللوحة سواء إكس أو أو، صغرت حجم الحرف جوه المربع علشان يناسب الشاشة الصغيرة. والماكس ويدث والماكس هايت 60 بكسل، أقصى عرض وارتفاع للخلايا، يعني الخلية تفضل مربعة وكمان متبقاش طويلة أو كبيرة. الترن انفو دي بقى الرسالة اللي بتقول دور مين دلوقتي، والسكور النتيجة بتاعة اللاعبين. هنديهم فونت سايز، صغرت الخط شوية علشان ما ياخدش مساحة كبيرة على شاشة صغيرة. هنكتب بقى ميديا الماكس ويدث 200 بكسل. الكود ده هيشتغل لما عرض الشاشة يوصل ل200 بكسل أو أقل، يعني شاشات صغيرة جدا جدا زي بعض الموبايلات القديمة أو لو متصفح ضيق جدا. السل بقى كل مربع في اللعبة سواء إكس أو أو، الماكس ويدث والماكس هايت هيبقى 50 بكسل. بصغر حجم الخلايا علشان تبقى مربعات صغيرة جدا وما تبقاش كبيرة على الشاشة الضيقة. الفكرة هنا اننا بنظبط الخلايا عشان تبقى مناسبة حتى لأصغر شاشات ممكنة. وهنكتب برضو الميديا الماكس ويدث 184 بكسل. الكود ده هيشتغل لما الشاشة تبقى أصغر من 184 بكسل، ده أصغر حجم شاشة ممكن نتصورها تقريبا. نفس الفكرة زيها بالظبط بس أصغر حجم للخلايا اللي هي 40 بكسل و40 بكسل، علشان لو الشاشة صغيرة جدا الخلايا تصغر مع الشاشة وتفضل كل حاجة واضحة وكمان مربعة. ملحوظة بس، الجزئين دول 200 و184 مش لازم يكونوا موجودين بالظبط، احنا بس عملناهم علشان لو حد استخدم شاشة صغيرة جدا جدا السيلز تفضل مظبوطة وكمان ما تكبرش لبره الشاشة. تعالوا كده بقى نجرب اللعبة دي دلوقتي على أصغر شاشة. دخلنا أسماء اللاعبين وكمان بدأنا اللعبة. شايفين كل حاجة مظبوطة جدا، الخلايا الخطوط وكمان الأزرار، كل حاجة مظبوطة. وكده نكون خلصنا الريسبونسيف للعبة اكس او. أتمنى تكونوا استفدتم كتير واشوفكم في فيديوهات جاية ان شاء الله. سلام.